يا مساء الجمال عليكم، يا مساء الدفى، يا مساء الحاجات الحلوة، يا مساء أحلى طارت من نوع جديد. طارت المحشي الكرنب بالكباب الحلة أو باللحمة، زي ما تحبوا تسموه، بالشكل التحفة والجمال اللي انتوا شايفينه ده. مساء احسن ناس موجودين عندي. تحياتي لكل القنوات المحترمة اللي انا بودهم وهم بيودوني. مساكم جميل زيكم وزي قلوبكم الصافية. زي ما انتوا شايفين النهاردة كده هنعمل معاكم الطرت بتاع المحشي الكرنب. زي ما انتوا شايفين الجمال ده اهوت، حاجة كده غنية عن اي حاجة، تحفة تحفة. ما اقولكوش الريحة والمكونات، وحاجة كده تشرفك في اي عزومة. يعني هتبقى على سفرتك كده، كل اللي هيدوقها هيقولك تسلم ايديكي وعينيكي على الاكلة الروعة دي. بس قبل ما نروح نشوف المكونات والطريقة، يا ريت ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك لقناتي، وتفعلوا لي الجرس عشان يوصلكم مني كل وصفات وكل جديد. وتعالوا مع بعض نشوف المكونات والطريقة. معانا المكونات مع بعض اهوت. معانا هنا لحمة دسمة شوية، وهنا معايا شرايح بصل وشرايح فلفل وشرايح قوطة وفلفل حامي على حسب الرغبة. وده معايا محشي انا لفيته، انا عملته معاكم قبل كده، ده محشي لسه ني مش مستوي، ملفوف. ومعايا هنا التوابل، ملح وفلفل وشوية قرفة. هنروح على النار علشان نعمل مع بعض اللحمة الاول، وبعدين نرجع نكمل مع بعض طرط الكرنب باللحمة. في الطاسة على النار انا حطيت بصلة مفرومة وشوية زيت بسيطة جدا، معلقة زيت، لان زي ما قلت لكم اللحمة دسمة شوية، يا دوبك هديها تشويحة كده، البصلة تدبل بس اهو. انا عايزاه يا دوبك، يعني زي ما انتوا شايفين كده انا حاطه معلقه زيت تكاد تكون مش باينه، عشان بس اللحمه فيها دسمه شويه، فمش عايزاه يبقى تقيل قوي يعني. انا مش عايزه اللحمه يعني يا دوبك تاخد عارف تشويحه. انا هنزل باللحمه اهي، زي ما انتوا شايفين اللحمه فيها دهون شويه دسمه اهو. هنقعد بقى نقلبها شويه كده لغايه ما تغير اللون بتاعها، وهرجع لكم تاني. انا مش هحط لا توابل ولا ملح ولا اي حاجه الا لما ارجع لكم. زي ما انتوا شايفين كده اللحمه اهيت نشفت كلها من اي سوائل فيها، حتى البصل خدت لون كده كرمله جميل. انا محطتش اي حاجه فيها خالص، ولا توابل ولا اي حاجه. اجيب دلوقتي اتبلها شويه فلفل اسود، رشه صغيره جدا قرفه، وملح. انتوا عارفين انا ما بسويش اي حاجه من غير ملح. وهنزل عليها بتاع كوبايه ميه مغليه اهو. انا قصدي اسيب البصله تاخد لون شويه، بيدي طعم كرمله كده للحمه في منتهى الجمال يعني اهو. هغطي عليها بتاع بس لغايه ما تشرب السوائل اللي فيها دي كلها، عشان ما اطولش عليكم الفيديو. وهرجع لكم تاني بعد ما تنشف الميه من عليها، هرجع لكم تاني.
وده شكل اللحمه اهو زي ما انتم شايفين. الميه اللي انا حطيتها كلها شربتها، باقي تحت اللي هو الصوص حاجه بسيطه جدا اهو. الريحه ما اقولكوش عامله ازاي، تجنن اهو. كده اللحمه اخدت نص سوا يعتبر اهو. هطفي عليها تهدى بس شويه علشان اقدر يعني استخدمها، وهنرجع بقى مع بعض نعمل ايه الطرت بتاع المحشي الكرنب باللحمه. حاجه كده تحفه، خليكم معايا. زي ما انتوا شايفين كده انا وزعت الطماطم والبصل والفلفل زي ما انتوا شايفين في الشكل بالشكل ده في الصينيه اهوت. وطبعا معانا اللحمه اللي احنا لسه مجهزينها. هنجيب دلوقتي نوزع ايه اللحمه في الصينيه. هنا معانا اللحمه، انا لقيت القطع كبيره شويه وعاليه، فلو حطيتها كده هتبقى يعني عاليه في المحشي، فهنجيب نعملها ايه زي شرايح كده مع بعض اهوت. اقطعها كده بالشكل ده كده عشان تبقى ايه السمك بتاعها معقول. هخلصها تقطيع وهرجع لكم تاني نعمل مع بعض المحشي. زي ما انتوا شايفين كده انا قطعتها كلها اهوت بالشكل ده، يعني لا هي تخينه ولا عاليه ولا بتاع، بحيث انها تبقى ايه عاطيه الشكل في الصينيه. هنجيب بقى الصينيه معانا اهيت وهنوزع فيها اللحمه بالشكل ده كده اهو. الصوص ريحته تجنن، الصوص بتاع اللحمه ده تحفه، حاجه كده وهميه اهوت. طبعا الصوص ده يعني مقولكوش الطعم عامل ازاي. هنوزعه بقى ايه على اللحمه كده اهو. ده اللي فيه كل البهاريز بتاع اللحمه. يخلي الطعم المحشي يوديكوا في مكان تاني خالص غير المحشي اللي بتاكلوه. زي ما انتوا شايفين اهوت. انا طبعا كان معايا المحشي اللي هو انا لفازه قبل كده احنا عملناه مع بعض. هنجيب بقى ايه نحاول نرص المحشي كده بالشكل ده كده على اللحمه اهوت. هحاول انا اروح اكمل انا بقى ايه بقيه رص المحشي عليه، وهرجع لكم تاني قبل ما اعمل فيه اي حاجه. خليكم معايا. وده شكل صينيه المحشي بعد احنا ما غطينا اللحمه زي ما انتوا شايفين اهوت. بعد ما رصيناها هنجيب بقى طبق بحيث ان هو يستحمل يعني الحراره، طبق صيني اركوبال اي حاجه، بحيث ان احنا ايه نحطها كده على الوش بتاع المحشي اهوت كده زي ما انتوا شايفين كده واضح. هنروح بقى على النار اوريكم هنعمل فيه ايه. خليكم معايا. زي ما انتوا شايفين كده انا ولحته على عين البوتاجاز عادي اهوت. ومعايا هنا ايه كوبايه شوربه، وحاطه فيها معلقه صلصه
انزل بيها بالراحة كده على الطبق اهوت. زي ما انتوا شايفين كده. لغاية ما ايه الشوربة تختفي من عند الحروف كده اهو. هحط كمان شوية. ما تنسوش ان اللحمة كانت معايا لسه نص سوا. انا سايبه النار الاول عاليه، مجرد ما تغلي انا هجيب اغطي عليه اهو بغطا. مجرد النار ما تغلي هوطي النار نار هاديه جدا، يعني مجرد ان المحشي هيغلي هوطي على نار هاديه جدا. قبل ما اوطي عليه النار هوريكم شكله قبل ما اهدي عليه، علشان ايه نسيبه يستوي على نار هاديه ويبقى لذيذ كده وجميل. خليكم معايا. زي ما انتوا شايفين كده المحشي ابتدى يغلي. انا هوطي عليه النار اهوت عشان ايه يستوي على نار هاديه، بيديكوا نتيجه احلى بكتير. هسيبه بقى يستوي براحته. هغطي عليه اهوت وهسيبه يستوي، وهرجع لكم تاني بعد ما يستوي اوريكم الشكل النهائي ليه عامل ازاي. فدي شكل المحشي اهوت. انا يدوبك بس شلت الطبق اللي كان على الوش اهوت. زي ما انتوا شايفين محافظ على شكله ما شاء الله. هيكمل بقى سواه ونرجع ايه تشوفوا الشكل النهائي ليه في الاخر خالص عامل ازاي. خليكم معايا. وده الشكل النهائي اهو يا حبايبي، بعد احنا ما قلبنا طارت المحشي الكرنب باللحمه او بالكباب الحله. زي ما انتوا شايفين الجمال والطعامه والريحه بقى اللي ماليه المكان، حاجه كده تحفه. هتنسوا اي محشي اكلتوه قبل كده. شايفين الجمال اهو ما شاء الله. اتمنى بقى يا حبايبي الحلوين الوصفه بتاعت النهارده تكون نالت رضاكم. ويا ريت ما تنسونوش في اللايك والشير والاشتراك لقناتي وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. كنت معكم بشرى السيد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.